سلام، ان شاء الله الفيديو نتاعنا اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم حلى الحطب اللي دارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي الناس كامل جربتها. يمكن انا اخر واحدة اروح نديروها مع بعضكم مع بعضنا عفوا، ونعطيكم رأيي فيها بكل صراحة في اخر الفيديو. روحوا شوفوا المكونات. بسم الله. عندنا بسكوت، اي نوع تاع بسكوت، كاس تحليب غبرة بودر، وكاس تحليب نيسلي. نحمصوا الحليب تاعنا الغبرة فوق النار، نحمصوه مليح حتى يولي اللون تاعو دوغي ولا يشبه للبسكوت. راح يولي هو البسكوت نفس اللون، يدي نفس اللون تاع البسكوت كما راكم تشوفوا، على نار هاديه باه ما يتحرقش. ونروحوا غير بشويه بشويه نحمصوه، وهذه هي النتيجه تاع الحليب تاعنا كيفاه اللون اللي وصلنا له. من بعد نروحوا نرحيو البسكوت تاعنا ثاني اون بودر كيما الحليب، يعودوا كيف كيف القوام نفس القوام عندهم. من بعد نديروهم في سلادي بعد ما يبرد الحليب تاعنا مليح، خليوه يبرد، نخلطوهم مع بعضهم ونروحوا نلموهم بالنيسلي. انا هنا من زدتها من عندي، كان عندي شويه تاع بيستاش وبندق خدمت بهم واحد الكاطو من قبل، درت زوج مغارف كاضافه برك باه يمدوا شويه نكهه تاع المكسرات. ونروحوا نلموهم بالحليب تاع النيسلي، حليب السائل المركز المحلى. ومن بعد نلموا العجينه حتى نتحصلوا على العجينه. انا جاني شويه ناشف، ما حبيتش نزيد له الحليب لاني حسيته راح يجي حلو بزاف. كان عندي الماسكاربون، زدت له مغرفه تاع ماسكاربون وكملت لميته بها كما راكم تشوفوا. راني زدت هنايا المغرفه تاع الماسكاربون، ومن بعد لا جا مليح، يعني في الحقيقه ما جاش حلو بزاف لاني ما حبيتش نزيد النيسلي. نتيا تقدري تزيدي زبده، تزيدي عسل، اي حاجه عندك. كان هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. نروح نشكلوه حرابج، قطع لي كميه لا باس بها هذا الكاس، وانا الكاس اللي عندي صغير درت كاس تاعي بار قلت نجربه، ما شاء الله يعني قطع كميه لا باس بها. درتو حرابش على هذا الشكل. من بعد ما نشكلوهم كيما هكا نروحو ندخلوهم للكونجيلاتور ولا الفريجيدير، اللي عندك الوقت حطيهم في الفريجيدير، لا ما عندكش حطيهم في الكونجيلاتور يبردوا مليح باه كي نديروا لهم الشوكولا تاعنا تلصق فيهم مليح. كان هذا هو الشكل تاعهم. راح ندخل بعد ما دخلتهم للكونجيلاتور، ذوبت الشوكولا تاعي، اطليتها عليه، غطيتهم كامل كيما راكم تشوفوا. بعد يجوني هذوك الحرابش تاوعكم مليح، وحاولوا تشكلوا ديروا لي طراس هكا كيما تاع الخشب ولا تاع الحطب ولا كيفاه يقولوا لهم. وهذه هي، ونعاودوا نرجعوه للكونجيلاتور ولا الفريجيدير حتى تحكم الشوكولا روحها. ونتمنى سيداتي اذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا جيم وتخلوا لنا كومونتير شباب كيما نتوما، ولا تعليقكم على اذا عندكم اي استفسار، اكيد رايحه نجاوبكم. نروحوا ندخلهم الكونجيلاتور بعد ما يبردوا نرجعوا نقطعوهم. وهذا هو الشكل تاعهم. انا قدمتهم مع الشوكولا، ونتمنى يكون الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم. ورأيي فيه بكل صراحة بكل صراحة يعني عادي. البنيون تاعنا ولا الكاطونا احنا بنيون ولا الكحلوشي بنين خير منه، يعني عندهم نفس تقريبا مي كل واحد الذوق تاعو، تبقى اذواق. هو مليح مي ماشي الضجه هذيك اللي صرات عليه. المهم اذا عجبكم الفيديو كما قلت لكم فعلوا الجرس باه يوصلكم دائما جديد تاع قناتنا، ونتمنى ينال اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ووصفات بمناسبه شهر رمضان ان شاء الله. نلقاكم على خير وبخير، الى اللقاء.